السلام عليكم. في عالمنا كنعيشوا أحداث ووقائع كيختلط فيها الواقع بالخيال، وكيوقعوا أحداث ووقائع كتصلح تكون قصص للسرد وأخذ العبرة منها والحذر، ومنهم قصة اليوم. القصة ديال اليوم هي قصة ديال واحد التلميذة كانت كتقرا في الجامع مشترك أدبي في الثانوي التأهيلي. هاد التلميذة وعلى ما قال الأخ ديالها باللي من نهار تزادت هما معاها غير في المشاكل، ملي كانت صغيرة وهي كدير غير الزبايل والمصيبات اللي خلا كلشي تشكى منها. بصراحة كانت كتمد يديها وتهز الفلوس اللي ماشي ديالها وتقلب عليهم فين ما كانوا، كتكثر من الكذوب وكتخسر الهضره مع عائلتها والى اخره. ولكن هادشي كامل عادي بالنسبة اللي جاي من بعد. المعقول ديال المشاكل غادي يبدا ملي غادي يعيط لهم الحارس العام ديال الاعداديه اللي كانت كتقرا فيها، وكيخبرهم انها 20 يوم دخلت للقسم وما كتجيش، رغم انها كتمشي في الوقت وكتجي في الوقت. يعني الا كانت داخله مع 8 راه كتفيق مع 7 تفطر وتلبس باش تمشي تقرا. المهم اللي واجهوا البنت قالت لهم انها كتدخل وكتقيد على اساس انها ما جاتش حيت ما جابش ورقه السماح بالدخول، وبدات كتعطي في مبررات خاويه جدا. المهم بقات مكمله توصلت للثانوي وقرات سنه فقط، وقرروا عائلتهم انهم يجلسوها من القرايه حيت اصلا كان المستوى ديالها ضعيف جدا، زياده على انهم شافوا فيها خفه العقل وقوه التحرميات كيف كيقولوا. من نهار جلسات في الدار وهي كتخترق المصايب بشكل ومختلفين مع جميع افراد عائلتها، مرة يا مع اخواتها يا مع الابوين يا مع الجيران الى اخره. حاولوا عائلتها يتقربوا منها ويكونوا اكثر من عائله، بل في محاوله منهم لخلق الثقه والتقرب منها كان الاخ ديالها ديما كيتعامل معها كصديق لها ماشي غير مجرد اخ، وتقرب منها ولكن دون فائده. داروا معها جميع المحاولات باش يقنعوها تدير عقلها وتحمل مسؤوليه افعالها، ولكن بدون جدوى، خصوصا وانها طايشه وما كتوزنش افعالها. المهم واحد الصباح داخل خوها اللي عاد رجع من المرسى بحكم العمل ديالو من تماك، ولقاها جالسه في المراح وفي يديها هاتف جديد. ملي سولها منين جاك فلانه، جاوبته باللي لقاتو طايح البارح ملي كانت خارجه مسخره. ملي قلب ليها التليفون لقى عندها شي نوامر وبدا كيسول فيها على ماليهم، وقالت ليه باللي كانوا فيه وبلي ما كتعرف حتى حد فيهم. من بعد ما عيط للاب ديالها ودوروها كاملين باش تعترف، وفعلا اعترفت ان شي حد كان مسخره وقف عليها وعطاه هو اللي عطاها داك التليفون باش تبقى تدوي معاه. المهم عيطوا ليه وجا عندهم، تلاقى مع الاخ ديالها والاب ديالو وطلب يدها منهم على سنه الله ورسوله. ملي رجعوا للدار خبروها بشنو طلب منهم، وبقات كتغوت وتفرض عليهم يقبلوه ولا غتهرب من الدار معاه. ففعلا من بعد اصرارها اضطروا انهم يقبلوا وداروا ليها العرس ومشات لدار راجلها. من بعد ما دوزات معاه عام ونص تقريبا، حاولت فيهم تنتحر عده مرات وما كتقدرش، رجعت لدار والديها. جلسات في الدار والبنيه كتكبر معاهم، حلات عينيها في خوالها وفي الجد ديالها ولا الروح والعقل ديال الدار، ودخلت لهم الفرحه وحتى هما ما خلاوها مخصوصا من حتى حاجه. ولكن من بعد ما حكمات المحكمه لصالح التلميذه وكيتسناو غير التنفيذ، تقلبات السيده على عائلتها ورفضات الحكم وقالت لهم باللي نتوما سببي في الفراق، انا بغيتكم تلقاو لي حل نرجع انا وبنتي عند راجلي. هنا مشى الاب ديالها عنده وقال له دير عقلك ولدي وجمع راسك ورجع مرتك ووليداتك. وفعلا حتى هو كان مستعد وجا وداها. من بعد ما رجعت لدار راجلها وعزل ليها راسها، الامور بدات كتحسن،
فرش ليها الدار وجهزها وحتى عائلتها ارتاحوا، وبقات غادية الأمور بخير وعلى خير. ومن بعد تقريبا 3 ديال الشهور ونهار عرس خوها بالضبط عرضوا عليها تجي هي وراجلها، ولكن حيت هو كان خدام وصلها حتى المحطة ديال الطاكسيات وشد ليها كورسة باش توصل على عائلتها في العرس. وفعلا ركبات هي وبنتها وخلاهم ورجع الزوج لخدمته. ولكن هنا غير وقع اللي ما كانش بالحسبان ولا كان متوقع، والصدمة انها ما جاتش لعرس خوها وخا تسناوها حتى هي. داز العرس وهما غير في التليفونات ما بينهم وبين راجلها، ما عرفوا باش تبلاو ولا كيفاش داز داك العرس. وهم خرجوا كلهم وكل واحد توجه لمكان معين وما خلاو حتى بلاصه ممكن تكون فيها، سواء كانت سبيطار ولا كوميساريه. بقاو على داك الحال ديما مساكن، ولكن ما كاين حتى خبر. ومن بعد اسبوع كتجيهم مكالمه اللي صدماتهم بزاف، واللي كتقول باللي الجثه دختو لاحها البحر من بعد ما حاولت تحرق وقيله ولا غير ما تراسها في البحر. المهم ما عرفوش اش واقع ولا شنو هي التفاصيل. والمهم لا اثر لبنتها الى حدود اللحظه، مازال كيتسناو في شي خبار اللي تفرحهم من بعد هذا الغم والحزن اللي عاشوه. مازال مساكن كيقلبوا لهم على الابد البنيه على اي خبر ولا تفاصيل يقدروا يوصلوهم لمكانها. نسال الله الرحمه والمغفره لها مسكينه، خصوصا وان حتى حد ما شاف منها شي عيب. الله يصبر اهلها ويسمعهم اخبار الخير على بنيوتها الصغيره. وما تنساش الى عجبك المحتوى ديال القناه تخلي لنا اشتراك في القناه وتعاملنا بالضغط على زر اعجاب، وخلي لنا شي تعليق اللي يحفزنا. وحتى اذا كانت عندك شي قصه تبغي العالم يعرفها وكل شي يستمع لها اكتبها لنا في تعليق.